اقول لكم دلوقتي خبر من الاخبار اللي تشل. هاجر احمد عملت شكوى في حماية المستهلك في مغسلة كان عندها شنطة غالية جدا من كريستيان ديور. قالت لك ان سعرها يوصل دلوقتي 5000 دولار، يعني بما يعادل كده نص مليون جنيه. بنتها بهدلت الشنطة دي بالالوان، فهي مش عارفة تودي الشنطة فين عشان تتنضف. واقرب فرع لديور اللي المفروض ترجع له الشنطة في دبي، وهي مش مسافرة دبي الفترة دي. ما سألت رشحوا لها المغسلة دي وشكروا فيها. كانت الصدمة يا جماعة، العلامة بتاعت ديور اتمسحت من على الشنطة، ايدي اتكسرت والشنطه اتحرقت. كلمت المغسله وقالت لهم على اللي عملوه في الشنطه، قالوا لها هاتيها لنا تاني. شريك من الشركاء اللي في المغسله ده خد الشنطه وراح حاططها لها في شنطه بلاستيك وبعتها لها مع بوكيه ورد وقال لها سامحيني. قالت له لا انا سمعت عنكم كلام كتير وحش وان انتوا سمعتكم وحشه. قال لها خلاص اضربي دماغك في الحيط. عشان كده هي عملت في الشكوى. والنبي احنا يا جماعه مشاكل الفنانين الغريبه دي، احنا عندنا مشاكل اكبر من كده. احنا عندنا غلاء وعلاء ونور بيقطع ومصايب سودا. هاجر احمد جابت شنطه بنص مليون جنيه. انت بقى ايه اغلى شنطه جبتيها في حياتك؟